قناة ليديليس ام البنات. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الشباكيه ضمن التحضيرات ديال رمضان. الله يلحقنا به بالصحه والسلامه احنا وجميع المسلمين. فوالا كيف كتشوفوا معايا الشباكيه المغربيه على الطريقه التقليديه كما علمتها لي الوالده، يعني من صغري وانا هذا هو ديال الشباكيه اللي كندير، نفس الشباك اللي كندير، طريقه حقا اللي سهله. فوالا الشباكيه ديالنا كيفاش كتجي رطبه، كتجي معسله من الداخل. فوالا كتجي هشيشه، كتجي كروستيونط وهشيشه من الداخل. فوالا كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ودابا ان شاء الله ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو كيلو ديال الطحين اللي مغربل. عندي هنايا كاس ديال اللوز اللي بالقشور ديالو محمر غير واحد شويه ومطحون مزيان، خصو يتنيل نقدروا نغربلوه. وعندي هنايا كاس ديال العنبه ديال الزنجلان حتى هو محمر واحد شويه ومطحون. وعندي هنايا كاس ديال العنبه اللي مخلط ما بين زيت المائده وزيت البلديه. عندي هنايا نص كاس ديال العنبه ديال المزهر، نص كاس ديال العنبه ديال الزبده اللي كلاريفيه، لو بور كلاريفيه، يعني كنحطها فوق البوطه حتى كيزول منها الحليب. وعندي هنايا معلقه كبيره ديال النافع ومعلقه كبيره ديال حبه حلاوه حتى هما اللي محمرين ومطحونين، يعني حتى هما يكونوا منيلين. عندي معلقه صغيره ديال القرفه. عندي هنا واحد الطريقه ديال المسكه الحره اللي طحنتها مع معلقه صغيره ديال السكر. عندي هنايا الصفر ديال البيضه. عندي الخل، غادي ناخذ معلقه كبيره ديال الخل. عندي الخميره ديال الحلوى، غادي ناخذ معلقه صغيره. وعندي واحد القبيصه ديال الملحه. وعندي هنايا الزعفران الحر، غادي ناخذ منه واحد شويه، غادي نديرو في الماء باش غنخلط العجينه. اول حاجه غادي ناخذ واحد شويه ديال الماء يكون دافي، يعني ما يكونش بارد، وغادي نحط فيه واحد شويه ديال الزعفران الحر. فوالا هاد لابواط هادي تقريبا النص ديالها. صافي وغادي نخليه يذوب في هذا الماء هذا. من بعد عاد نزيد عليه الماء باش نعجن. فوالا نخليه يذوب. وهنايا خديت القصعه درت فيها الطحين، غنزيدو فيها كاع هادو اللي ناشفين. نزيد فيه قبيصه الملحه. غادي نزيد فيه معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى. معلقه صغيره تقريبا ممسوحه، ما عمراش بزاف. صافي دابا غادي نخلط هادشي بيديا حتى ندخل العناصر مزيان مع بعضياتها. عاد نزيد الزيت والزبده. صافي من بعد ما خلطت العناصر كامله غادي نزيد الزيت وغادي نزيد الزبده وغادي نحاول ندخل فيها
نبسبسها مزيان. غادي نزيد البيضه حتى هي. دابا من بعد ما بسبستها مزيان دخلت فيها هذيك الزبده والزيت. هنايا عبرت عندي معلقه كبيره ديال الخل نحاولوا ما نديروش اكثر لان الخل هو اللي كيهشها لينا وتقدر تهرس. وهنا غنزيد في الاول المزهر. حتى المزهر ما نديروش منه بزاف، نص كاس صافي. من بعد غادي نبدا نخلط الماء هذا اللي ذوبت فيه الزعفران، غنبقى نزيد بشويه بشويه. نبقى نخلط حتى نجمعها كامله. فوالا الماء نبقاو غاديين بها بشويه بشويه باش ما تجراش لينا. صافي نبقى غاديه بحال هيدا حتى نجمعها كامله. من بعد ما كملت بالعجينه ديالي دلكتها، حطيتها فوق البلون دو طرافاي باش نغلب عليها. دلكتها ودابا غادي نقطعها، غادي نديرها كرات صغار. هذا هو القوام ديالها. العجينه رطبه ما كتلصقش ولكن رطبه. فوالا غادي نديرهم على شكل كرات. فوالا ونديرهم فيلم اليمونتير وغادي ندخلهم للثلاجه يرتاحوا ليا واحد نص ساعه، عاد نبدا بها الخدمه المينيموم نص ساعه. فوالا دابا من بعد دازت ليا نص ساعه جبت العجينه ديالي من الثلاجه. كنجبد وحده بوحده، جبت الاولى طلقتها، انا بديت في البلاطو. دابا غادي نطلق هاد الثانيه هادي، نتوما غادي تشوفوا معايا. غادي نحاول نطلقها رقيقه. فوالا دابا ملي طلقت العجينه ديالتي يعني طلقتها رقيقه بزاف حتى لو بلان دو طرافاي كنشوفو. فوالا دابا غادي نحيد الجناب. فوالا دابا ملي زولت الجناب هي انا دابيتود كندير عيني ميزاني، مي دابا بالنسبه للمبتدئات انا بغيت نسهل عليكم. كاين حقا حتى الطابع ديالها ولكن انا ما كيعجبنيش التشباك ديالو، دونك انا دائما كندير بالجراره. انا غادي ندير هنايا العبار باش يجيو تقاده وحده. دابيتود ما كنديرش انا هاد العبار، مي دابا غادي نديرو بالنسبه للمبتدئات. غادي ندير 7×7، نقدروا نديرو 7 نقدروا نديرو 8 جيونا موين. ملي كملت المربعات ديالي كاملين
غادي ناخذ المربع الاول. فوالا غادي نهز وحده ونخلي وحده، نهز وحده ونخلي وحده، نهز وحده ونخلي وحده. فوالا بقي كنفرقهم. فوالا كاين هنا 3 وكاين هنا 3 وكندخل هادو لداخل. فوالا تشبيكه ساهله. قناه التشبيكه هي اللي كندير من صغري، منين علمتها ليا الوالده. كنهز وحده ونحط وحده ومن بعد كنفتحهم مزيان وكندخل الجناب. فوالا كتجي بحال الوريضه. كنتمنى تكون تشبيكه باينه لكم مزيان سهله. يعني ملي كنديروا 5 كيجيونا 3 3، يعني كناخذ وحده ونهز وحده، ناخذ وحده ونخلي وحده، ناخذ وحده ونخلي وحده، باش كيجيوني اون فان كونط 3 من هنا و3 من هنا، وكنفتحهم بحال هيدا وصافي وكندخل لي كوتي. كتجينا بحال الوريضه. فوالا غادي نبقى بحال هيدا حتى نكمل العجينه ديالي كامله ومن بعد نتلاقاو. دابا من بعد ما كملت العجينه ديالتي كامله، حطيت هنايا الزيت يسخن ليا. دابا غنقص من العافيه وغادي نبدا نقلي. وغادي نبدا باش بديت بالاولى، غادي نبدا بالبلاطو الاول. فوالا غادي نخليهم حتى نحس بهم طابوا ليا من التحت، عاد نقلبهم. حسيت بها طابت ليا من التحت نقلبها. فوالا دابا منين طابوا ليا وتحمروا غادي نبدا نهز نطفيهم في العسل. خصنا بالنسبه للكيلو ديال الطحين خصنا 2 كيلو ديال العسل اللي كتقدر تهز لينا. فوالا من بعد القليه الثانيه دونك هذوك الاولين اللي درتهم في العسل كنزيدهم لواحد الجنب. هي كل ما بقات في العسل كل ما بقات مده اطول ديال العسل كتشرب العسل مزيان. دونك خويت هاد البلايصه هادي باش غادي نهز القليه الثانيه. هما نطفيهم في العسل. فوالا نبقى غاديه بحال هيدا حتى نكمل. منين تقريبا دير ليا الثالثه القليه الثالثه عاد غادي نزول هاد الاولى هادي ونديرها في الكسكاس، نديرها في شبكه ولا كسكاس المهم باش تسقطر ليا من العسل. فوالا هذه الشباكيه ديالتنا منين وجدت. فوالا خليتها حتى تعسلت مزيان. هي كل ما بقات في العسل كل ما كتجي شاربه العسل مزيان. وخليتها حتى تبرد مزيان. عاد كنجمعها في لابواط اللي غنكونسيرفي فيها لا نديرها في الكونجيلاتور. فوالا دابا غادي هنايا خديت الزنجلان وحمرته. فوالا دابا غادي ندير فيها الزنجلان ونديرها في لابواط. فوالا فوالا دابا بالنسبه للكونسيرفاسيون ديالها الاحتفاظ ديالها في الكونجيلاتور كندير الطبقه الاولى ونغطيها بالبلاستيك يكون بلاستيك غذائي. وعاوتاني ندير عاوتاني الطبقه الثانيه ونغطيها ببلاستيك اخر
ونبقى غاديه حتى كنعمرها. ملي كنعمرها كنسدها بالفيلم اليمونتير باش ما كيدخلش ليها الهواء، يعني كتكون وكنسدها مزيان. ومن بعد ديك الساعه ان شاء الله في رمضان كنجبدها قبل الفطور تقريبا بديك ساعه ولا ساعتين باش يلاه كديكونجلا، وكنحطها يعني كنحطها في الطبسيل صافي، وكتبقى هي بحال اللي تقول يلاه قليتيها. يعني ما نخافوش من هاد القضيه ديال الاحتفاظ ديالها بالكونجيلاتور، طريقه امنه يعني ما تخافوش منها. فوالا دابا نبقى غاديه بحال هيدا حتى نكمل لابواط ديالي. فوالا هذه الشباكيه اللي حضرتو معايا اليوم، حقا اللي كتجي غزاله، كتجي رطبه، كتجي كروستيونط. كنتمنى حقا والله كنتمنى من قلبي بالنسبه للبنات اللي ما عمرهم جربوها ما كيزعموش عليها، كيقول لك فيها الخدمه، فيها التشباك ما كنعرفوش ليه، كنتمنى يتبعوا الطريقه ديالي. وبالنسبه للعبار يقدر الواحد يبدا في الاول غير برابعه، يدوز عاوتاني نص كيلو، من بعد يدوز كيلو. انا حقا اول مره جربتها بديت بنص كيلو صافي، من تما ما لقيتش مشكل، يعني تبعت غير المراحل ديالها. ما نديروش بزاف ديال الخل، ما نديروش بزاف ديال المزهر هو الى عجنها غير بالمزهر كتجينا قاصحه، يعني حتى المزهر حتى هو نديرو غير نص كاس. فوالا كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير، وتبارطاجيو القناه بالاحباب والاصدقاء. دابا ما بقى ليا غير نودعكم ونقول لكم على بروشين فوا ان شاء الله. مع السلامه.